عارفين أنا واقفة على باب الأوضة مش عايزة أدخل والله. يعني كل شوية أقول لنفسي يلا يا أميرة ادخلي ابدأي، لأ عايزة أرجع أقعد في الشقة النظيفة اللي أنا عملتها خلاص يعني. تعبانة ومش قادرة وشايفين صوتي، مش قادرة بجد أتحرك، مش قادرة أعمل أي حاجة. عايزة أقاوم التعب اللي أنا حاسة بيه ده. والموضوع بقى كمل بإيه، إن أنا جالي برد كمان. عارفين لما يبقى برد بقى وانتي تعبانة وقلب وضغط كل حاجة. ربنا يشفينا ويعفو عنا يا رب. كل حاجة فيعني قولوا لي شجعوني، يلا قولوا لي ادخلي يا أميرة. المفروض بقى مني ان انا اعمل ايه، ان انا اصور كمان، بس يعني على ما اعتقد ان انا مش هقدر اصور حاجة، لان صحتي مش هتستحمل ان انا اصور يعني. يا رب قويني بجد يا رب. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم أعني ولا تعن علي. يا رب قويني وعني إن أنا أقدر أخلص شقتي واستقبل العيد كده بكل حب، وشقة نظيفة ومكان جميل. إن الله جميل يحب الجمال. وطول ما أنا حاطة في دماغي كده، طول ما ربنا هيعني إن شاء الله وهخلص كل حاجة. تعالوا بقى أبدأ هنا وأقول بسم الله ونشوف إيه اللي هيحصل. صباح الخير، صباح الورد، صباح الفل، صباح يوم جديد. يا رب يبقى فيه كل حاجة حلوة، يبعد عننا كل الشر، يرزقنا بالفرح والسعادة وراحة البال أنا وإنتم اللهم أمين. فيديو النهاردة هشارككم فيديو، وأسفة على صوتي لو تعبان شوية. الفيديو النهاردة فيه بجد كمية، عارفين اللي هو كرم ربنا دوت هو هيبقى في الفيديو دوت. برغم كل الصعوبات اللي قابلتني اليومين اللي فاتوا والتعب والضغط وحاجات كتير كده، بالرغم من كده ربنا أكرمني من واسع فضله. الكرم اللي أنا بتكلم عليه النهاردة على فكرة ملوش علاقة خالص بإن أنا مثلا اشتريت حاجات جديدة أو معايا فلوس أو جبت بيت جديد. أنا مبتكلمش على كده خالص. الكرم ده اللي هو الصحة، صحتي، إن أنا برغم التعب دوت محتاجتش لحد، ما قعدتش ورقدت واستنيت اجيب اللي يخدمني او حد يعمل لي. برغم التعب دوت، اما دعيت ربنا ان يا رب قويني بجد، قويني اقدر اخلص كل شغل البيت بتاعي، استقبل العيد بكل فرح وسعادة كده. فربنا قواني وخلصت كل حاجة. لو تفتكروا من حوالي اسبوعين لما قلت لكم ان انا تعبانة، قلت لكم انا خايفة يجي على العيد معرفش انضف او اعمل كحك او بسكويت. انا كل حاجة والحمد لله اتعملت، واللبس عيالي جو كل حاجة. فيا رب كملها معايا بسترك وبصحتي يا رب، كده دايما ابقى بصحتي واخدم نفسي بنفسي ومحتاجش لحد ابدا. هحكي لكم بقى عن الفيديو دوت. الفيديو دوت البداية بتاعته اللي انتوا شفتوها في غرفة لا استنوا، في الريسبشن. البداية دي كانت يوم التلات الصبح، ده بعد ما كنت خلاص تعبت جدا. تعبت، كنت تعبانة قوي بقى خلاص في اليوم دوت. الكحك والبسكويت والحبة الاولانيين بتوع الغسيل وغرفة حماتي ان انا عايزة انضفها هي كمان، ده كان يوم الاثنين. بدأت يوم الاثنين، قمت جاية عم منضفة غرفة حماتي. احنا مش موجودين في الشقة على فكرة، بس احنا كده رجعنا خلاص. اليوم اللي هينزل اللي فيه الفيديو دوت يوم الاربعاء، احنا رجعنا خلاص كده، يرجعنا يوم التلات بالليل متأخر. احنا عند عمة اولادي، عند اخت زوجي وكده، كنا قاعدين معاه يومين ورجعنا وعملنا عندها حتى الكحك. والكحك ده خدت الحاجات واشتريتها وكده وعملناها عندها. بدأ اليوم يوم الاثنين دوت، جيت من عندها كل يوم بسيبهم وانزل كده شوية، هي بتعمل لنا الفطار وولادي يبقوا معاها وانا باجي انضف في الشقة على ان انا اخلص بسرعة قبل الفطار وكده. يوم الاثنين عملت غرفة حماتي، وعملت الغرفة بتاعتي، وعملت غرفة السفرة عندي. في جزئين منهم مش بيظهر معاكم على القناة، انا نضفت الحاجات دي وعملتها. وقبل الفطار خلصت وقمت الريحة طالعة على عندهم طبعا. فطرنا، هي كانت عامله لنا الفطار، فطرنا. وبعد الفطار عملنا الكحك زي ما انتم شايفين كده. وما شاء الله اللهم بارك، حلو جدا بجد، حلو جدا. عارفين دايب دوب كده اللي هو جميل بجد ما شاء الله. احنا بنحبه اصلا دايب وهو طالع مظبوط جدا اللهم بارك. وخلصناه بقى زي ما انتم شايفين كده. اللي تعبني ايه بقى جامد كده هقول لكم، طبعا المجهود اللي انا بعمله، لان اصلا انتوا عارفين أنا من فتره وانا تعبانه وبقعد اقاوم مع نفسي كده وبضغط على نفسي، وانا عارفه ان الموضوع ده غلط فيا بس يعني مش عارفه اغيره الصراحه. اللي كمله بقى ان انا في يوم الكحك والبسكويت ده بالليل، قمت كمان انا اللي قعدت قدام الفرن اخبز واطلع وكده، احط الصواني واطلعها واتعرض لصهد الفرن واخرج شويه اعمل معاهم. فكل ده اثر على صدري، خلاني بقى جيت على بعدها على طول اول ما خلصت حسيت ان انا مش قادره خالص.
فتاني يوم الصبح صحيت بقى زي ما أنتم شايفينّي كده تعبانة جدًا، اللي هو كان يوم التلات بقى اللي أنا عايزة أدخل الغرفة دي وأعملها هي كمان، وأنا ما فيش خلاص عارفين الصحة كانت خلاص بجد. فأنا في اليوم ده حاولت على قد ما أقدر إن أنا أصوّر معاكم الجزء اللي أنا كنت قادرة أصوّره. أنا الحمد لله يا رب الحمد لله خلّصت كل الشقة بتاعتي تنضيفات، المطبخ هو نضيف. أنا برضه يوم التلات بالليل اللي أنا الفيديو ده خلّصته فيه بس أنا ما شاركتكوش المقطع ده، المطبخ دخلته ومسكت فوط كده بتاعتي اللي باستخدمها، البخاخة اللي فيها خل وديتول ومَيّة، ولمّعته كلّه هو كمان وعملته كل حاجة. وهنا في الريسبشن لمّا قُلت لكم إن أنا تعبانة في بداية الفيديو وأنا مش قادرة بجد حقيقي أنا ما كنتش قادرة، علشان كده حاولت على قد ما أقدر بس إن أنا أدّيكم مقاطع بسيطة من الفيديو، إن أنا يعني بانضّف اللي بانفّض أهوّة. البلكونة في الوقت ده على فكرة كنت نفّضتها وعملتها كلّها، بس ما كنتش لسه مسحتها قُلت خلاص أمسحها مع الغرفة أمّا أخلّصها. ومسكت هنا الكراسي عملت برضه فيها نضّفتها وعملت فيها كل حاجة. فضلًا طالبة منكم بس يعني طلب بسيط كده تحطّوا لي لايك. أنا كل شوية ييجي لي نسبة مشتركين، يعني نسبة المشتركين اللي بيشاهدوا الفيديو حاجة بسيطة جدًا، وغير المشتركين كبيرة جدًا. يعني مش هتخسري حاجة لمّا تشتركي في القناة، ما دام أنتِ أصلًا كده متابعيني وبتشوفي الفيديوهات بتاعتي، هتخلّيني يعني تساعديني إن أنا أكمّل 1000 مشترك، ويعني أفرح شوية بقى بإن القناة باحس إن هي بتتطور إن شاء الله. لإني أنا باتعب فيها والله بجد، التصوير ده مُتعب. يعني الناس اللي متابعاني وبيحبوني فاهمين إن أنا الموضوع مش فارق معايا أوي حكاية إن هي تتشهر علشان مادي أو كده، أنا حابة أوي يبقى ليّا كده جمهور بيحبني، وحابة إن القناة تكبر بجد دعم نفسي لنفسي أنا. فضلًا اشتركي في القناة لو أنتِ بتحبيني وبتشاهدي فيديوهاتي، وحطّوا لي اللايك الجميل عشان اليوتيوب يقترح الفيديوهات بتاعتي. ونفس طريقة تنضيفات الناس اللي متعودة عليها هي، إن أنا بانضّف وباغسل حيطان وبالمّع، وفي الأرض بارمي كده شوية المَيّة اللي بارميهم وفيهم ديتول وباغسل بالفرشة، وبعد كده بانشّف المساحة اللي معايا دي حلوة أوي على فكرة بتتشرب المَيّة حلو جدًا. وهنا بقى يعني إيه ما حبيتش أطوّل عليكم، اللي هو فرشت الحافظة دي مغسولة على فكرة، كل حافظات الشقة اللي أنا فارشاها مغسولة. الكراسي بارجّعها كده زي ما أنتم شايفينها، كرسي. والمرحلة الجاية بقى اللي أنا هاعملها دي، إن أنا هامسك الكرسي اللي هو بالمّعه، الفوطة اللي في إيديّا دي مبلولة مَيّة عادية خالص ما فيهاش أي حاجة، كل اللي أنا باعمله بس إن أنا باشيل أي أتربة على الكرسي أو أي حاجة، أو مكان لحواسة إيد ولادي كده لو حاجة بسيطة بس وخلاص. والخشب بقى نفسه بتاع الكرسي هامسكه هو كمان بملمع الخشب ألمّعه، على أساس إن أنا بس عايزة أوصل لدرجة نضافة. بالنسبة لغسيل الحيطان أنا ما شاركتهوش معاكم، علشان الجزء ده صراحةً أنا ما غسلتش فيه حيطان علشان هو نضيف، ما يعني المكان ده يعني ولادي أصلًا ما بيحطوش إيدهم على الحيطة فيه ولا أي حاجة. الجزء التاني اللي برّه كنت المكان اللي أنا شايفاه محتاج إن هو بيتنضف في غسيل حيطان ما باغسله. يعني في اليوم ده الناس بقى اللي ما شافتش أصلًا أول فيديو أنا منزّلاه بتاع غرفة أولادي وغرفة المعيشة، كان في تنضيفات من الأعماق، ما كنتش تعبانة كده، وكنت باعمل بجد يعني تمام جدًا. الفيديو ده كنت باحاول أعمل المهم فالأهم، الحاجات اللي أنا شايفاها مش متبهدلة، لو الحيطة مش يعني الحيطة لأ الصراحة نضيفة، لو الحيطة شايفاها إن هي نضيفة ومش محتاجة خلاص ما كنتش باضغط على نفسي مثلًا واغسلها زي ما باعمل في العادة. يعني أنا في العادة حتى لو أنا شايفاها نضيفة وتنضيفات عيد لازم باغسلها برضه حتى لو هادوّخ نفسي. جيت هنا على الترابيزة عفوًا، هنا على الترابيزة نفس الكلام الإزاز نضّفته بمنمع الزجاج، الترابيزة برضه نفّضتها كده من أي أتربة عليها. على فكرة أنا لمّا باجي أستخدم ملمع خشب أو ملمع زجاج لازم في البداية إن أنا أشيل كل حاجة على يعني الأتربة الأول علشان ما ينفعش إن أنا أنضّف على أتربة، وبعد كده بانضّف، بس طبعًا باشيل المقاطع دي علشان ما أطوّلش عليكم. يا رب، يا رب أتمنى من كل قلبي إن أنتم تكونوا خلّصتوا تنضيفات شقتكم كده وتبقى جميلة إن شاء الله وتستقبلوا العيد وعملت كحك وبسكويت. الجزء ده بقى أنا باورّيه لكم إن هو زي ما أنتم شايفين كده أنا مش قادرة أصوّر بقى في الوقت ده خلاص بجد، خلّصته هو كمان ونضّفته والشقة اللي اللهم بارك، اللهم بارك أهيّة، فاضلة بس على فرش حاجات بسيطة، سواء هافرش ملايات بس للسراير بتاعة أولادي
أو هاحط مفارش كده أو هاعمل حاجات ديكور جديد في غرفة المعيشة عندي، وهنا برضه هاعمل ديكور بسيط كده في الصالون. إن شاء الله هاحاول أشارككم الفيديو دوّة، حتى لو هانزّله لكم يوم العيد على ما أكون ارتحت شوية، لو هاعمل الكلام ده يوم الوقفة وانزّله لكم يوم العيد. شكرًا على متابعتكم ليّا، أتمنى دعوة حلوة من قلبكم كده. باي باي.